ازيكم يا امامير؟ انا سيف، ودي الحلقه الثالثه من سيما سيفز. لو انت بتشوفها في رمضان فكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. في يوم كده وانا طفل شفت مشهد من مسلسل معرفوش، بس هو كان مألوف جدا بالنسبه لي. اللوكيشن الثابت اللي ما بيتغيرش واصوات الضحك الفيك الغير مبرره كل شويه، حاجه شبه راجل وست ستات، بس مش هو، لا. لحد ما كبرت شويه وعرفت ان ده مسلسل الباب في الباب، واحد من احسن المسلسلات اللي اتفرجت عليها. اولا انا ما كنتش اعرف ان هو النسخه العربي من مسلسل اجنبي اسمه Everybody Loves حاجه كده. عارف الحوار ده من قريب، بس مش ده المهم. المهم اني ما شفتش المسلسل الاصلي، يعني انا اتفرجت على المصري بس، فكلامي كله هيبقى عليه. تعالى بقى اوريك الحاجات اللي عجباني في المسلسل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده، اول مشهد في المسلسل، هشام مش عارف يختار اكل مراته ولا امه، وبنشوف شغل التلقيح بالكلام والحاجات اللي بتحصل ما بين الحما ومرات ابنها، وكل ده عشان يوريك فكره المسلسل في اول 3 دقايق في اول حلقه من غير ما يديها لك بالمعلقه. فكانت حركه صايعه قوي. تاني حاجة وهي النكت الجوانية، يعني هتلاقي جوه الحلقة الواحدة نكتة بتترمي، تجيب ضحك أو ما تجيبش مش مهم، بس هتيجي تمشي في الأحداث شوية هتلاقي بيتعمل لها ريفرنس، اللي هو فاكر الهزارة اللي عملناها دي، تعال نهزر على الهزارة دي. بص كده في المشهد ده، المفروض إن كوثر أمهم طول عمرها مفضلة هشام على عصام، فأما هشام عمل حاجة ضايقتها قلبت عليه وبقت تدلع عصام بداله، فهنا عصام بيسخر منه. اصلك معذور برضه. طول عمرك رقم واحد عند ماما. انت بتاخد 75% وانا باخد 25%. ايه هو مكتب تنسيق يا عبيط؟ كده الإفيه خلص؟ لا، هات آخره كمان، لسه في ضحك يطلع منه. انما خلاص آن الأوان المجاميع دي تتغير. بص بعد كام دقيقة بالظبط في آخر الحلقة، أما كوثر وابنها اتصالحوا وقلبت على عصام بداله. اقول لك احنا نسيب له حته من التورته. ماشي، احنا نسيب له 25%. تالت حاجة بتعجبني في المسلسل ده وهي النكت السوداوية، يعني اللي قلبك يحبها. هي نكت في السياق مش كوميدي، حاجات صعب حد يتقبلها زي عنصرية بقى أو تنمر أو مواقف سوداوية. فالمسلسل ده فيه حبة حلوين، يعني بص المشهد ده بس قبلها أفهمك السياق بتاعه. كان في حلقة نادين بنت هشام ودينا بيبقى سلوكها مش كويس، مش بتسمع كلام أبوها وأمها، فبيروحوا ياخدوا حصص التربية الحديثة والكلام ده. فالست اللي بتديهم الكورس بتقوله تخيل إن أنا بنتك وهتحاول تتعامل معايا وتعرف سبب عدم سماعي للكلام. انا مش هغصبك تروحي حته غصب عنك يا حبيبتي، بس يعني ده عيد ميلاد تيتا ومحدش عالم فاضل لها كام عيد ميلاد. جامد قوي يا جدعان بجد. يعني اظن النسخه الاجنبيه فيها دارك جوكس اكتر من كده بكتير، بس تعريب المسلسل بما يتناسب مع ثقافتنا ومبادئنا اكيد شال حاجات كتير. في حلقات كامله اصلا افكارها مش كوميديه خالص، وحلقات تحزن اما تجردها من الافيهات والمبالغه الكوميديه. واحده من الحلقات دي الحلقه ال20، هشام كان بيطلع في برنامج تلفزيوني، وبعد ما اهله بيدوا له ثقه في نفسه جامد جدا بيرجعوا يبوظوه حرفيا، لدرجه ان من كتر ما كان شكله غبي في البرنامج بنته اما راحت المدرسه زمايلها اتريقوا عليه، والحلقه قفلت على انه جه يسلم على بنته قامت معيطه وجريت على اوضتها. يعني انا ما شفتش حزن اكتر من كده. رابع حاجه بحبها في المسلسل ده وهي الافيهات الغير متوقعه. المسلسل ده عنده خدعه بنت لذينه، هو بيعمل افيه وحش او ما يضحكش وتكون انت متوقعه، بس ما تعرفش ان ده مش البانش لاين، ده زي ما تقول كده مربع اكس، التهويشه اللي بتبلعها كل مره وبعدها يقوم رازعك البانش لاين اللي يموتك من الضحك. يعني بص كده. حلو قوي البتاع ده. ايه ده، حب العزيز؟ كل يا بابا كل ده حب المعيز. قصدك معمول من المعيز ولا معمول للمعيز؟ افيه مش حلو بس مع معطيات شخصيه خليل الايكونيك. كمل معايا كده المشهد. معمول عشان المعيز تاكله يا انكل. بيتاكل يعني؟ بصي يا دينا، بصي انا هجيب لك الكراتين. وده يسلمنا لخامس حاجة بحبها في المسلسل ده وهي شخصية خليل للفنان الراحل أحمد خليل الله يرحمه. خليل هو أبو هشام، متصابي في بعض الأحيان، بنت كمان 2-0. يا سلام يا سلام يا سلام، انا ما رقصتش كده من ايام ما خدت الامريكان دبلوم. بيحب الأكل جدا زي ما شفنا من شوية. ده تخيلي مثلا لو دخل ديكلان رايس في الأزرز. زي أي يوم سبت عادي، خلصت حجز ملعب ال11 مع الرجالة، بفتح الانستا لقيت أكونت اسمه خليل فتح الباب، عرفت إنه شخصية مرموقة في مصر وبتاع، قبلت الفولو بتاعه من هنا واشتغل لي بقى. هاتي بوسة يا بت، هاتي حتة يا بت، قال لي شرط الكابتن واكلة منك حتة. يا بختها والله، كلام من ده بقى. ما كنت تتكلم كوكي؟ طب هي جت عليا. عصبي وشايف إن هشام ابن أمه، ما بيحبش الدلع من الآخر، وأحيانا بيكون بخيل. فكل ده ميكس صفات طلع لنا خليل.
كمية طاقة كوميدية ما شاء الله بجد، يعني المسلسل من غيره ما اظنش كان هيبقى بالحلاوة دي. هو لازم في اي مسلسل او سيت كوم يبقى فيه شخصية كده، زي رمزي في راجل وست ستات، او دوايت في ذا اوفيس، او بارني في ازاي قابلت امك. وللعلم ده يعتبر الممثل المصري اللي تفوق في الكوميديا والاداء على نظيره الاجنبي، على عكس كام حد من باقي الكاست مثلا. وده يودينا لباقي الشخصيات. كوثر اللي انا شايفها ام توكسيك جدا، وده مقصود عشان تقدر تضحك من خلالها، يعني خليها في تفضيل اولادها عن بعض اكستريم قوي وصريحه في نقدها لتصرفات مرات ابنها وفي خناقاتها مع خليل جوزها، بس في نفس الوقت هي حنينه عليهم وبتعمل اي حاجه عشان تساعدهم. ده غير عصام اخو هشام اللي المفروض ظابط بس برضه عبثي كده ورياكشنات وش حوار لوحدها. ودينا اللي هي مش اذكى حد في الدنيا، بس هي اذكى من بطلنا هشام، دلوعت مامته واللي تحس ان هو واقف عند مرحله عمريه صغيره. بجانب الشخصيات الجانبيه اللي كل واحد ليه لازمته. الاخراج لطيف والقطعات مزوده نكهه الكوميديا كمان، فهو الموضوع ما فيهوش كلام كتير، هو فايبز دافيه كده وتحب تشوفه، ومش عارف ليه في ناس ما بتحبوش. زائد اني بقى مؤخرا لقيت محنكين بيقولوا ده مقلد الامريكي. ما هو يا جاهل يا فلاح، اللي هو نسخة عربية ومصرية من مسلسل بنفس شركة الإنتاج اللي هي سوني، ولما نزل اتروج له على أساس إن هو نسخة من المسلسل الأجنبي. هو يا دوبك بس عملنا ورشة كتابة عشان نخلي النكت والإفيهات والمواقف تواكب وتلائم مجتمعنا مش أكتر، فما تبقاش حنيوك قوي كده. فده كان كل اللي عندي عن مسلسل الباب في الباب، حلقة بسيطة لذيذة، فشوفوا المسلسل، أجواء لذيذة. وحابب أقول كلمة أخيرة بس، انت اديت الواجب اللي عليك، انا فخور بيك.